ازيكم عاملين ايه؟ انا بنوب خليل ودي قناة مستقبلوجي. النهارده هنبدأ الحلقة التانية في كورس القدرات. الحلقة دي بتتكلم عن منظور المكعب ومنظور الأجهزة، وده سؤال بيجي كتير فلازم نهتم بيه. تعالوا نشوف ريمون بيقول ايه. المنظور الهندسي بيتكون من 4 أجزاء تقريبا. أول حاجة اللي هو نقط الهروب، بحيث ان نقط الهروب دي هيبقى موجودين على خط الأفق، أو ليه مسمى تاني خط مستوى النظر، بحيث ان هنا عينينا هي اللي بتشوفه الخط ده. الخط ده هو مستوى عينينا بالظبط اللي احنا شايفينه. وفي خط تاني اسمه خط الأرض. خط الأرض ده اللي احنا واقفين عليه، بحيث لما نيجي نقف على خط الأرض ان دي الأرض بتاعتنا الأساسية، وده خط مستوى النظر اللي هو عليه عينينا. لو انا عملت بني ادم هنا اللي هو عينيه هنا بالظبط، وهنا رجوله، فانا كده بالظبط ده مكان وقفتي. بحيث كمان لو انا عايز اعمل مكعب مثلا بطريقه نقط الهروب بنقطتين مثلا، فانا احدد الارتفاع بتاعي، الارتفاع اهو، وابدا اهرب. دلوقتي الارتفاع ده فيه نقطتين، نقطه فوق ونقطه تحت. هبدا اهرب للنقطه اليمين، ونفس النقطتين دول ههربهم للنقطه الشمال، وابدا اكمل بقى كل وجه من المكعب ده. اللي هو طبعا عارفين المكعب ده مكون من كذا مربع، من 6 مربعات. لما حددت بقى كل وجه في المكعب، طلع ظهر معايا نقاط تانية. كل نقطة من دول هيتهربوا برضه لنقطة تهريب. النقطة اللي على الشمال دي هتتهرب لنقطة الهروب اللي على اليمين. النقطة اليمين دي هتتهرب لنقطة الهروب اللي على الشمال. اتكون معايا المكعب. دي كده المكعب بنقطة الهروب. فبالتالي المكعب اللي احنا بنرسمه في الطبيعة اللي هو كنا بنعمله كده زمان، ده دلوقتي ما ينفعش نرسم مكعب كده، لان كل حاجة في الدنيا ليه حاجة اسمها نقطة هروب ومنظور هندسي المفروض نمشي عليه. هنا مثلا ده ليه نقطة هروب واحدة. لما اجي اعمله بقى بالطريقة الهندسية، هاجي اعمل نقطة هروب. ادي ده خط الارتفاع وخط مستوى النظر بتاعي، وده خط الارض بتاعي. لما اعمل نقطة هروب هنا وعايز اعمل المكعب بنقطة هروب واحدة، هنا كان نقطتين هروب للمكعب ده. لو انا عايز اعمل بنقطة واحدة، هحدد الطول والعرض بتاعي. هنا متكون معايا 4 نقاط. هبدأ بقى اهربهم كل نقطة الهروب بتاعتي. هبدأ بقى احدد كل وجه في المكعب. الاختلاف هنا وهنا ان المكعب هنا بنقطة تهريب واحدة، والمكعب فوق بنقطتين تهريب. والاختلاف هنا انا شايف المكعب من فوق، ان هو المكعب بالنسبة لي هو تحتية، فعشان كده شايف السطح بتاعه من فوق. وهنا المكعب برضو هو تحتية، فانا شايفه من فوق. ده كده المستوى ده اسمه مستوى تحت مستوى النظر، وده كذلك تحت مستوى النظر، لان احنا متفقين ان الخط ده اسمه خط الافق او خط مستوى النظر. فبالتالي انا عينيا هنا، فطبيعي ان انا اشوف المكعب تحتيه. طب لو انا المكعب ده فوق، هبدا مثلا اعمل مكعب هنا. خدت مستوى النظر اهو بالنسبه لي، هبدا اعمل المكعب ده هنا. احدد الطول والعرض بتاعي، وابدا اقرب كل نقطه. وابدا احدد الوجوه بتاعتي. ساعتها اللي بان معايا
قاعدة المكعب يعتبر ان هو بالنسبة لي فوقية، اما ده بالنسبة لي تحتية. طب لو انا دلوقتي المكعب معايا على عيني بالظبط، اللي هو هنا في مستوى النظر بالظبط، مش هيبان منه اي حاجة غير مربع اللي هو مغطي عيني مش شايفة لا الوجه ده ولا الوجه ده ولا الوجه ده ولا الوجه ده. كذلك برضو لو المكعب هنا، هبدأ برضو أهرب نقطة التهريب والمكعب فيه 4 نقط، هبدأ أهرب هنا. طبعا احنا اتفقنا ان هنا نقطة التهريب او هنا خط مستوى النظر، هنا دي وقفتي، انا واقف هنا بالظبط، هنا البني ادم، هنا الراس، وهنا الرجول بتاعتي يعتبر. كده تتخيلوا الشكل احسن. لو البني ادم هنا فده يميني، فبالتالي هشوف الوجه اللي فوق واللي على الشمال. هنا المكعب اللي على الشمال هشوف الوجه اللي فوق، واللي على اليمين الوجه اليمين بتاع المكعب. كذلك هنا زي ما اتفقنا ان خط مستوى النظر ان ده خط ان انا عيني بتشوف منه، وان نقطة التهريب بتبقى عليه. لو انا مثلا عايز اعمل من المكعب مثلا غسالة، تلاجة، بوتاجاز، عايز احط فيه تفاصيل، نعمل مثلا المكعب ده بنقطتين تهريب، ادي نقطة هنا وادي نقطة هنا. لو انا عايز اعمل تلاجة، طبعا عارف ان التلاجة بتبقى اعلى مني، فتبقى اعلى من مستوى النظر الخط بتاعها، وهنا متفقين ان هنا في خط ارض. فابدا احدد ارتفاع التلاجة معايا، ارتفاع التلاجة اهو، وابدا اهرب. دلوقتي الارتفاع ده فيه نقطتين، هبدا اهرب يمين وشمال، النقطة اللي على اليمين والنقطة اللي على الشمال. هبدا بقى هجيب نهايات البوكس ده معايا. دلوقتي انا عملت بوكس طبيعي جدا. هبدا بقى احط تفاصيل ازاي. دلوقتي ان التلاجة انا عارف ان هي عباره عن بابين، وان البابين دول بيتفتحوا، بمعنى ان هما ليهم نهايه هنا. وان البوكس اللي فوق، الباب اللي فوق في مسافه صغيره، والباب اللي تحت متهربين على نقطه التهريب اللي هناك، نفس الخط اللي تحت متهربين على نقطه التهريب دي. كذلك نهايه البوكس من هنا، نهايه البوكس من هنا. هبدا بقى احدد معايا. طبعا هنا بيبقى فيه مقبض، وهو باب التلاجة، وهنا فيه برضه نفس المقبض. اتعمل معايا التلاجة بالبوكس، بطريقة البوكس. نفس الموضوع لو انا عايز اعمل بوتاجاز مثلا، خط الافق، عايز اعمل مثلا بوتاجاز بنقطة تهريب واحدة، هعمل نقطة تهريب هنا، وده خط الارض معايا. هبدأ احدد اعمل بوكس،
انا مثلا انا عايز اشوف البوكس ده من الوش او البوتاجاز ده من الوش. وابدا اهرب بقى النقط دي. ابدا احدد معايا نهايه البوتاجاز. دلوقتي انا عملت بوكس. طب هو البوتاجاز بيتكون من ايه؟ عيون فوق، في عيون، وهنا بيبقى فيه مكان الشعلة، وهنا بيبقى فيه ضرفة الباب بتاعته، هنا في المقبض بتاع البوتاجاز، المقبض بتاع الباب. الجزء اللي تحت بيبقى فيه زي هواية كده تحت. هبدأ أعمل هواية لتحت، وطبعا الحاجات بيبقى ليها رجولز. هبدأ أعمل رجل لتحت، أبدأ أعمل تفاصيل تظهر لي الحاجة بتاعتي. خلصت هبدأ بقى أعمل شوية شيدنج خفيف أو تظليل خفيف أبين بيه المجسم بتاعي. مثلا إن ده هنا في لسعة إضاءة. هبدأ بقى أحدد. دلوقتي أنا عارف إن دي بتبقى إزاز عشان يبان معايا البوتاجاز، فالمفروض إن هو الجزء اللي جوه ده أبينه معايا، بمعنى إن هي دلوقتي في سمك جوه البوتاجاز مكان الفرن. المفروض الحاجات دي تتهرب معايا لنقطة التهريب. هبدأ أهرب دي كده، أهرب دي كده، وأبدأ أحدد معايا، بمعنى إن هنا سمك البوتاجاز وابدا بقى ازود حاجات الشيدنج دي مش واصل لها اضاءه يعتبر، ابدا اغمقها، ابدا احط التفاصيل بتاعتي. هنا برضو دي مش واصل لها اضاءه، اغمقها شويه، واحاول اتقل على المقبض ده بحيث يبان ان هو البوتاجاز شويه. هبدا اغمق الرجول دي عشان مش واصل لها اضاءه، واعمل سمك للحاجات دي. عملت معايا البوتاجاز كله من عن طريق اللي هو بوكس. هو عباره عن بوكس، هو عباره عن بوكس اللي هو انا عملت البوكس. مجرد البوكس، مجرد ما بعمل البوكس هحط بقى كل التفاصيل. عملت البوكس معايا، مجرد ما بعمل معايا البوكس هعرف احط فيه كل التفاصيل البوتاجاز. كذلك لو انا عايز اعمل غسالة، هبدأ اعمل بقى ان هنا في حلة الغسالة، وهنا في المكان تحط فيه الحاجة. هنا 2 كورتين تقريبا، هنا بيبقى في حاجات صغيرة. في رجول للغسالة، عايز اعمل مثلا الرجل بتاعتها، وابدأ اظلل معاه. طبعا التصدير مش شرط يبقى بروفيشنال، بس على قد اللي تحاول تبينه اللي هو ان الشكل ده مجسم معايا. هنا احاول ابين ان في حلة كده، وان في مقبض كده يمين او شمال، وهنا في دايرة كده في النص تاني. هبدأ اظللها شوية بحيث ابين شوية حاجات معايا، وابدأ اعمل الرجول بتاعتها. فهو الفكرة انك عملت بوكس هتعرف تضيف كل التفاصيل فيه. عايز اعمل مثلا كرسي برضو كذلك من البوكس. هعمل بوكس طول وعرض ارتفاع. ده طبعا سواء بنقطة تقريب واحدة او بنقطتين. نقطة تقريب واحدة تعرف تجيب بس معاك اللي هو تلات وجوه معاك بس من المكعب. اما النقطتين تهريب هتجيب معاك وجهين. وعلى حسب الكادر انت عايز تجيب انهي كادر برضه. لو انا عايز مثلا اعمل كرسي او ترابيزة او ايا يكن، نعمل ترابيزة. او عايز اعمل مكتب. دلوقتي انا عملت البوكس بتاعي العادي، هبدأ بقى اعمل الرجول. عارف مثلا هنا في رجل،
وهنا في رجل، ولي سمك للرجل هنا، وهنا في رجل. هبدأ أعمل السمك معايا بتاع الأرضية فوق أهو. هنا طبعا أهرب نقطة التهريب، أهرب نقطة التهريب. دي طبعا خطوط أفقية. هنا برضو ليها متهربة نقطة التهريب. والرجل التالتة يعتبر هتبان من ورا، ونعمل رجل تالتة تبان. واحاول اظللها على قد ما اقدر. نفترض ان الاضاءة جاية من الوش، الحتة دي هتبقى غامقة شوية. دي هتبقى غامقة. الجنب ده كله هيبقى فيه غامق خفيف كده. عملنا ترابيزة كله عن طريق المكعب او متوازي المستطيلات. لو انا عايز اعمل كنبة كبيرة نفس الموضوع. وبكده خلصت تاني حلقة في كورس القدرات، اتكلمنا فيها عن منظور الأجهزة والمكعب. استنونا في باقي الحلقات، اعمل سبسكرايب وفعل الجرس.